الجريمة اللي هنتكلم عنها النهاردة دي جريمة هزت مصر في التسعينات، وبالأخص في منطقة سوهاج بالصعيد. عارفين حرب الطار اللي كانت دايرة في الوقت ده؟ في حرب كانت دايرة ما بين عيلتين من أكبر عائلات سوهاج في الوقت ده، والجريمة دي المتهم فيها واحد من العيلتين دول واعترف بجريمته كاملة. والمستفيد الوحيد من الجريمة دي واللي حصل ده كله هو شخص واحد، محامي القاتل، وهقول لكم ليه بعد كده. والمتهم القاتل خرج من الجريمة بسؤال واحد سأله المحامي للشاهد. لو عايز تعرف ايه اللي حصل في الجريمة دي وايه حيثياتها وازاي خرج بسؤال واحد، تابعني الحلقة دي. انا رامز عادل وده المغبقنجي. طبعا كلنا عارفين ان في جرائم كتير بتاخد وقت كبير جدا عشان تتحل، بس الجريمة اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة دي ما خدتش اي وقت، ده بالعكس خالص. الجاني اعترف بجريمته كاملة بكل تفاصيلها، وجه كمان شاهد كمل اللي شافه وقال اللي حصل. بس قبل ما تعرفوا تفاصيل التحقيقات والدلائل والحيثيات اللي كانت موجودة في ملف القضية دي، تعال اقول لكم الحكاية اصلا بدأت ازاي. الحكاية كلها بدأت بعيلتين مشهورين جدا في الصعيد في التسعينات، وهم عيلة شين عين وعيلة ميم فه. وحصلت ما بينهم خناقة كبيرة جدا، ومحدش كان فاهم الخناقة دي دايرة على ايه اصلا من الاول. بس اتذكر كلام كتير ان الخناقة دي كانت تقريبا على اثار، وفي الخناقة دي جه حد من عيلة شين عين قتل حد من عيلة ميم فه. وطبعا الدنيا قامت وقتها وما قعدتش، وطبعا كعادة الصعايدة والصعيد عيلة ميم فه قالت احنا مش هناخد العزا، لحد ما عيلة ميم فه قتلوا كبير عيلة شين عين بطلق ناري وهو بيعدي ما بين الغيطان بالليل. والجريمة دي حصلت في عز البرد والمطرة في شهر طوبة في الشتاء، وقالوا كده واحد قدام واحد وكده نبقى خلصانين. وطبعا الشرطة جت عشان تحقق وتعرف ايه اللي حصل وتعاين الجريمة. وفعلا لما جت وعاينت بعد التحريات والوقائع والملابسات، لقت الشرطة ان كان في شاهد موجود وقت وقوع الجريمة في نفس المكان بالظبط. ولما قبضوا على القاتل اعترف وقال كل حاجة من غير حتى ما حد يضغط عليه، وقبل حتى كمان ما الشاهد اللي هم عرفوا ان هو موجود يقول شهادته. والجريمة اتقفلت واتحولت للنيابة على انها جريمة قتل مع سبق الاصرار والترصد تحت بند الطار. بس لا، هي كده ما خلصتش، ده بالعكس، ده هنا الحكاية كلها بدأت. ابو القاتل كان راجل معاه فلوس ما تتعدش، كان عين اعيان الصعيد، وراح لمحامي كان مشهور جدا في الوقت ده في القاهرة، كلنا نعرفه لانه بعد كده ما بقاش مجرد محامي عادي، ده بقى ماسك مناصب مهمة جدا في الدولة، وهو فيه سين. ومسك فيه سين القضية دي وراجعها ورقة ورقة، وشاف حيثيات القبض على المجرم واعترافه، والشاهد كمان قال ايه، ولقى ان كل الادلة ضده وما لقاش اي حاجة ممكن يخرجوا بيها اصلا. ده غير ان الكل عارفين حكاية العيلتين دول وعارفين حكاية الطار اللي ما بينهم، فكان الموضوع تقريبا مستحيل يخرج منها. بس طبعا ده مش مجرد محامي عادي، ده كان عبقري قانون، وكان مشهور بانه شيطان قانون الارض. واتفق مع كبير عيلة ميم فه انه لو خرجوا براءة هياخد منه مبلغ هلامي. والراجل ما ترددش لحظة ووافق على كل شروط المحامي. وقعد المحامي فه سين يدرس في حيثيات القضية كتير جدا، وللأسف ما لقاش فيها ولا أي حاجة يقدر يخرجوا بيها، لحد ما قرر إنه هيستجوب الشاهد اللي قال إن هو شاف الجريمة، وسأله سؤال واحد بس، انت شفته وهو بيقتل؟ الشاهد بسرعة قال له طبعا. راح سأله وقال له كان الساعة كام الكلام ده؟ قال له كان الساعة 2 بعد نص الليل. وسأله سؤال تاني، انت شفته على بعد كام متر تقريبا؟ والشاهد بكل تلقائية وبسرعة رهيبة قال له على بعد 16 متر تقريبا او اكتر شوية. وهنا كانت الثغرة اللي حلت القضية دي بطريقة جهنمية،
ويمكن طريقة ما جاتش للشيطان نفسه. وهنا فيه س طلب تقرير رسمي من الأرصاد الجوية وبلغهم فيها بكلام الشاهد بالظبط، وسألهم سؤال واحد: أقصى حد للرؤية في يوم كذا لشهر كذا لسنة كذا الساعة 2 بعد منتصف الليل كان قد إيه؟ وتقرير الأرصاد الجوية جه بالمفاجأة وقال إن أقصى حد للرؤية في الوقت اللي هو طلبه هو 12 متر فقط. وطبعا هنا كانت المفاجأة، وكمل المحامي فيه س وقال: يا سيادة القاضي، ما بعد ذلك لا يعتد به لأن الشك في صالح المتهم. يعني ببساطة جدا قال فيما معناه إن الشاهد قال إنه شاف الجريمة على بعد 16 متر، وتقرير الأرصاد الجوية قال إن أقصى حد للرؤية هو 12 متر فقط. معنى كده إن الشاهد ممكن ما يكونش شافه أصلا أو شاف ملامح وشه، وقال كمان إن ده ممكن يكون حد شبهه. وطبعا القاضي سأل وقال له: طب واعترافه اللي هو اعترفه قدام النيابة وقدام الشرطة؟ قال له: يا سيادة القاضي، ده طبعا مطعون فيه لأن ده حصل نتيجة تعذيب. حتى بص شوف ظهر المتهم بتاعي حاصل فيه ايه، وفجأة ظهر المتهم يبان عليه علامات تعذيب. وطبعا طعن على اعتراف القاتل، وكده قال ان هو كان بيعترف تحت ضغط وتهديد وتعذيب من الشرطة، وانتهت جريمة الطار البايت وخرج القاتل براءة بثغرة بقت واحدة من اشهر ثغرات القانون بعد كده. وخد فيه س الأتعاب بتاعته في القضية دي، واللي يقال إنها كانت تعادل في الوقت ده قيمة طن ذهب. قولوا لي رأيكم بصراحة في القضية دي، وياريت اللي عنده أي حكايات تخص القضايا اللي بالشكل ده يكتب لنا في الكومنتات. أما بقى اللي عنده أي اقتراح أو أي سؤال برضو يسيبه هناك، وأكيد هشوفه وأرد عليه. وما تنسوش تتابعوا حساباتي اللي موجودة في الديسكريبشن تحت الفيديو، واللي عايز يشوف باقي الحلقات هتلاقوا اللينك دلوقتي فوق الفيديو لو انتوا بتتفرجوا على اليوتيوب، ولو انتوا بتتفرجوا على اي منصة تانية هتلاقوا اللينك في اول كومنت تحت الفيديو. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك وشير للحلقة لو عجبتكم. واوعوا تفتكروا ان دي النهاية، لسه في كتير وهنتقابل تاني. استنوني، انا رامز عادل وده المغبقنجي.